أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن الديانة المصرية في عصر الأسرات المبكر أو العصر العتيق أو العصر الثني. وعرفنا إن مانيتون المؤرخ المصري قسم التاريخ إلى أسرات 30 أسرة، وذكرنا إن الأسرات دي عبارة عن عصور في العصر القديم قوي او العصر السحيق او العصر العتيق اللي احنا اتكلمنا عنه، وده بيتكون من الاسرة الاولى والثانية. واحنا اتكلمنا عن اهم ملوك الاسرتين الاولى والثانية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الديانة في العصر ما قبل التاريخ. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا ونشوف الحالة الدينية اتطورت ازاي في عصر الاسرات المبكر وايه الاسباب في كده. في عصر ما قبل التاريخ لاحظنا ان كان في مجموعة معبودات كتير جدا مش مرتبطة ببعض خالص، وده فرضته الحالة السياسية، لان احنا بنتكلم عن مقاطعات او مدن ما كانتش متحدة مع بعضها. ولما حصل توحد ما بين بعض المقاطعات عملوا لنا مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. مملكة الدلتا كانت أحيانا بتنقسم إلى مملكتين برضو، شرقية وغربية. في حالة الانقسام دي أدت لوجود عدد من المعبودات الكتير اللي ما ارتبطتش ببعض. بعد كده حصل اتحاد المملكتين، مملكة الشمال والجنوب، وحصلت عملية توحيد البلاد لما جه الملك مينا. هنلاحظ بعد كده إن في معبود مسيطر كان حور أو حورس، بيظهر فوق الصرخ أو فوق واجهة القصر. الآثار اللي تركوها الملوك الأسرة الأولى والثانية كنا بنلاحظ الصورة دي اللي هي مسيطرة على معظم الملوك، إلا في حالة الملك بير إبسن. الملك بير إبسن هو بقى ده اللي خرج على الصف، يعني زي ما بيقولوا أو على النص، ووضع صورة ست فوق الصرخ أو فوق واجهة القصر. وده استمر فترة من الزمن لحد ما جه الملك خاع سخموي وعمل زي توفيق ما بين حور وست. هل معنى كده ان المعبودات التانية اختفت؟ لا، المعبودات التانية فضلت موجودة، لكنها ما كانتش هي المعبود الاساس في الدولة. وهنلاحظ على مر التاريخ بعد كده ان شاء الله ان في معبودات هيبتدي شأنها يرتفع مع ملوك تانيين، لكن احنا هنا بنتكلم عن اتنين هم اللي كانوا مسيطرين في الفترة دي، حور وست. حور وست. هناخد نبذة عن حورس او حور وست عشان نتعرف عليهم ونعرف مين دول، باعتبارهم دول كانوا اكتر معبودين مسيطرين. يكاد يجمع المؤرخون على ان حورس كان بيطلق عليه اله السماء، وانه اصبح الاله الاعظم او المعبود الاعظم في مصر منذ بداية العصر التاريخي اللي هو عصر الاسرات. وكان له معبد في نخن اللي هي مركز ادفو عاصمة مصر العليا، وده كان قبل التوحيد. ومع اخريات عصر بداية الاسرات اصبح حورس هو المعبود الحامي لحكام الصعيد المنتصرين على اهل الدلتا وخلفائهم المباشرين. يعني أهل الصعيد اللي هم أسسوا الأسرة الأولى والثانية كانوا شايفين إن حورس تأييده ومساندته ليهم قدر بيها ملك نخن أو ملك الصعيد نعرمر إنه يحقق الوحدة لمصر بعد انتصاره على الدلتا. ومينا خلد هذا العمل التاريخي على لوحته المشهورة أو الصلاية المشهورة، لوحة نعرمر أو صلاية نعرمر التي عثر عليها في نخن، وسجل على أحد وجهي اللوحة انتصاره على الدلتا وهو يرتدي تاج الصعيد الأبيض، فضلا عن مشاركة حورس في إحراز هذا النصر، وذلك بتمثيل حورس في صورة صقر مهيب يقف بإحدى قدميه فوق نبات البردي اللي هو كان شعار الدلتا، بينما تمتد قدمه الأخرى في شكل ذراع بشرية لتمسك بحبل خرمت به أنف رأس بشرية تتصل بشكل مستطيل، ربما كانت تشير إلى بيئة الدلتا ذات المستنقعات.
في الوجه الآخر للوحة أو للصلاية يرتدي نعرمر تاج الدلتا الأحمر، فتعبر نقوشه عن نتائج نصر الملك الصعيدي على الدلتا. وقد مثلت فيه 4 ألوية أو 4 رايات للمعبودات التي شاركت في إحراز النصر، وهي لواءان أو رايتان للصقر حورس في المقدمة، مما يشير إلى سيادته على الصعيد والدلتا. يليها راية أو لواء للمعبود واب ووات فاتح الطريق. بعد كده في لواء رابع أو راية رابعة يصعب التعرف على مدلولها، يمثل في شكل انتفاخ شبه بيضاء. هناك ما يشير إلى أن المعبود حورس سبق تمثيله في نقش للملك العقرب، شفناه المرة اللي فاتت، وهو يقف في مواجهة الملك ويمسك في إحدى قدميه بطرف حبل خرمت بطرفه الآخر أنف أحد زعماء البدو، في صورة تشبه تمثيل حورس في لوحة نعرمر. وهكذا حقق حورس لأتباعه من زعماء الصعيد وحدة الأرضين، فأصبح بذلك إله الدولة، فضلا عن الملكية الجديدة اللي بدأت بالملك مينا، وهو تأسيس الدولة على نظام ملكي. وقد اتخذ ملوك الأسرة الأولى شعارا ملكيا يعلوه صقر فوق السرخ أو فوق واجهة القصر، وكان يكتب فيه الاسم الحوري للملك في عصر هذه الأسرة، والذي كان يتصدر غيره من الأسماء الملكية الأخرى. وآثار الفترة دي تشير إلى أن الملكية هي منحة من المعبود حورس، أول معبود رسمي للدولة والملكية في التاريخ المصري القديم. ومن ثم فقد تصدر حورس مكان الصدارة بين غيره من الآلهة أو المعبودات في عصر الأسرة الأولى، وسرعان ما بدأت عبادة حورس تنتشر في الصعيد والدلتا. وقد حدث جدل طويل حول الموطن الأصلي للمعبود حورس. البعض اعتمادا على المصادر المتأخرة قال إن الموطن الأصلي كان الدلتا وليس الصعيد، وإن عبادته انتشرت في الصعيد بعد انتصار الدلتا على الجنوب وقيام الاتحاد الأول في الربع الأخير من 1005 قبل الميلاد. احنا بنتكلم هنا عن الفترة اللي هي كانت قبل عصور التاريخ. وهناك من يعترض على هذه النظرية، لأن في تماثيل لقيوها في الصعيد وكانت منتشرة في كومومبو وإدفو والبصيلية، فإذا كانت عبادة حورس قد انتقلت من الدلتا إلى الصعيد، فإنه يصعب عدم انتشارها في أقاليم الدلتا ذاتها، فضلا عن مصر الوسطى من الجيزة إلى سوهاج، جنوب شرق المنيا كمان عبر النهر. وأيا ما كان الأمر، فإن مصر قبل قيام الأسرة الأولى كانت خاضعة لحكومتين، الأولى في الصعيد والتانية في الدلتا. أطلق على ملوك هاتين المملكتين أتباع حورس أو أنصاف الآلهة. يعني هنستخلص من ده كله أن حورس أصبح المعبود الرسمي للبلاد في فترة الأسرة الأولى والتانية بعد توحيد البلاد. والسبب في كده أنهم كانوا بيعتقدوا أن حورس هو اللي ورا عملية التوحيد، وأن هو اللي أيد ملوك الصعيد، ولذلك هو الأحق بالعبادة. هنتكلم دلوقتي عن المعبود ست. يذهب العلماء إلى أن الموطن الأصلي للمعبود ست أو سوتخ إنما كان في الصعيد، وإن مركز عبادته في الصعيد كان في مدينة نوبت بمعنى الذهبية لقربها من مصادر الذهب في الصحراء الشرقية، ثم سماها الإغريق بعد ذلك أمبوس. وقامت على بقاياها أو أطلالها ربما على بعد 2 متر إلى الجنوب منها بلدة طوخ الحالية. ولا يعرف أي شيء عن مدينة نوبت اللي ظهر فيها ست خلال عهود حضارتها الأولى، وإن أعطت الأساطير معبودها ست سوتخ شهرة واسعة، واعتبرته معبودا للصعيد. وقد كان معبده يقع إلى الشمال الغربي قليلا من نوبت على مرتفع من الهضبة.
ولكن لا يوجد أثر مادي يشير إليه بشكل مؤكد. السبب في كده إنهم ما اتفقوش على صورة معينة للحيوان دوت. فبينما يرى البعض أن فرس النهر كان علامة على ست في عصور ما قبل التاريخ، يرى آخرون أنه كان كلبا أو حمارا أو غزالا. وعلى أي حال ففي الأزمنة المبكرة كان أتباع ست بيمثلوا قطاع قوي جدا من سكان الوادي، وكانوا يقيمون في منطقة واسعة في الصعيد مركزها نوبت، وكانوا من القوة بحيث أصبح المعبود ست ندا للمعبود حورس، بل إنه حل محله أو مكانه يعني كمعبود ملكي في بعض فترات الأسرة الثانية. هذا وقد عبد ست كذلك في البهنسة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على هيئة سمكة مدببة الأنف، كما كان إلها له مكانته في الصحراء الغربية وليبيا. قام ست بأدوار كثيرة في الأساطير المصرية. كان ابنا لجب ونط وزوجا لنفتيس، ومثل الشر في أسطورة الصراع بين حورس وست، حيث ذكر على أنه قاتل أوزيريس ومغتصب عرش حورس. وتحدثنا بردية سالية الأولى أن ملك الهكسوس قد اتخذ ست معبودا له، ولم يحترم معبودا في الأرض غيره، وبنى له معبدا جميلا بجوار قصره، وكان يقدم له الأضاحي كل صباح، وكان موظفو هذا الملك يحملون أكاليل الزهور له. وهذا يعني أن الهكسوس عندما أرادوا إقامة ديانة رسمية على طراز الديانة الرسمية اختاروا معبودا ذا مظهر غريب ليصبح الإله الرئيسي في المنطقة التي كانت الأساس الأول لعملياته، وكان ذلك الإله هو ست أو سوتخ إله أفاريس، عدو الإله الطيب أوزيريس وقاتله. لاحظنا هنا التطور اللي حصل في عصر الأسرات المبكر في فكرة المعبودات، وإزاي الوحدة السياسية أثرت تأثير كبير في إنها يعني خلقت حالة من الوحدة الدينية إلى حد ما. صحيح ما اختفتش المعبودات التانية، لكن أصبح هناك معبود أساس مسيطر نظرا لوحدة البلاد. وبكده تنتهي حلقتنا، وأترككم في أمان الله.